اماميه، محاوله تمريره، فرصه مغربيه، محاوله، هدف بالروعه من مكان، هدف بالعقل، هدف بالتكتيك، هدف بالفنيه، هدف جميل للمنتخب الوطني المغربي. الاعاده غادي تعطينا الصوره كيفاش جا الهدف الجميل للمنتخب الوطني المغربي. صراحه تلعب بكل هدوء، بكل ثقه، كيفاش انه تم الانزال ديال الكره، بعد ذلك تحويل المسار ديالها من خالد من بوزيد بواحد الشكل سلس. لاحظوا هنا استلام الكره نعم بهذه الطريقه هذه، ثم وضع الكره في المرمى بواحد التقنيه جميله بطريقه رائعه جدا. الهدف ياتي ليقدم الاجابه. المنتخب الوطني المغربي قادر على التسجيل، قادر على الوصول وبلوغ المرمى. لاحظوا هذا هدف بواحد الطريقه جميله. هدف هنا الطريقه ديال التصويب، تصدي ممتاز ديال الحارس عبد الكريم نبيه. تسجيل ديال خالد بوزيد بعد استلام الكره من ادريس فني اللي مرر الكره بفنيه بروعه. القراءه ديالو كانت سليمه، استلام ديال الكره من جانب اللاعب خالد بوزيد كان رائع ايضا. لاحظوا الدور ديال الحارس كيفاش انه يساهم في بناء هكذا كرات، خطه اللي معروفه في حدث رقعه الملعب. اللاعب اللي كان قريب من اضافه الهدف بوتيروف، وردة فعل مدرب خوسي فينانسيو لوبيز سعادة تغمر لاعبي ديال المنتخب الاوزبكي بتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب فازل الدين بوتيروف. تصويبه جات بهذا الشكل، ارتطمت بالقائم الايمن الحارس، ثم بعد ذلك اتمام لهذه الكره اللاعب رقم 5 فازل الدين بوتيروف. ثاني مغربي، كره من جديد مغربيه. نشوفوا المعطيات. محاوله مره ثانيه المنتخب الوطني المغربي، فرصة مواتية. لاحظوا هنا تصويبة جات بهذا الشكل، هذا فرحة كبيرة. إذا 1-1 النتيجة المسجلة. اللاعبين ديالو في الوقت اللي أيضا هشام دقيق استغل التوقف وكيحاول ما يمكن أنه يعطي تعليمات للاعبي المنتخب الوطني. الهدف المغربي يحضر بذكاء بضغط سرعيا، والتحية والبقية نعم حاضرين اليوم لتسجيل على رافشان علي بايف. ثاني أهداف المنتخب الوطني المغربي، خطأ فادح للحارس يقابله تألق رائع واندفاع ممتاز من جانب بلال البقالي. ثاني الأهداف خلال الهدف الماضي. فهالفترة هذه واش كيكون فيها تنويم الخصم أم أنه الحضور قوي؟ كنشوفوا هنا طريقه جيده المباريات. اذا تابعنا الاخيره المنتخب الوطني المغربي داخل القاعه الفتره هذه دائما ما يسجل فيها المنتخب الوطني المغربي. كره من المسرار، انطلاقه هجوميه في اتجاه العيان من الجهه اليمنى يحاول يمر. لاحظوا الطريقه، فرصه جميله وتصدي كره مغربيه تنفذ. التصويبه ديالو بهذا الشكل لعبها كيف سيكون. كره للمنتخب الاوزبكي على مستوى الخط الامامي، تنفذ تصبح مغربيه. عبد الكريم نبيه كيتمكن من الكره ديالو للخلف، بوريط يلعب كره اماميه الجهه اليسرى. لاحظوا هنا البحث على الحلول. انس العيان تغيير كلي الجهه اليمنى، فرصه من مسرار يهيئ نفسه الانسلال، البحث عن المراوغه، عن المرور، عن التصويب. هل يحضر مسرار وحده امام 3 ديال اللاعبين، يحافظ على الكره ديالو، رجع البقالي انطلاقه من الجهه اليسرى، كره مغربيه، تمريره في اتجاه بوريط، الاستلام والانطلاقه من جانب سفيان يختار فينانسيو لوبيز. يستمر المشوار والعمليه الهجوميه في دقيقه تقريبا المتبقي على نهايه الوقت القانوني لهذه المقابله في الشوط الاول. كره مغربيه، محاوله ممتازه العيان، والعيان كان بامكان خط الوسط. بقالي انس العيان يلعب الكره ديالو اماميه بشكل ممتاز، بوريط تمرير في اتجاه مسرار. كاين خطا الحكم، يعني كان هناك دفع، الحكم يقول وصل اللاعب، ليس هناك. المسرار اعاده الكره للخلف، عيان الكره ديالو للخلف، انس العيان، بلال بقالي، المسرار، مترابطات جميله بين عناصر المنتخب الوطني المغربي بهدوء. مسرار يختار كره الجهه اليسرى، بقالي المرور امام جوج ديال اللاعبين، ضاعت له. محاوله للمنتخب الاوزبكي، هجمه مرتده مضاده، سفيان بوريط تمكن من التدخل